حياك الله يا ابو خليفه. الله يسلمك ويبارك. ابو خليفه، احنا قبل اللوحه السابقه كنا نتكلم عن بعض المواقف وعن كتابتك في هذه المواقف. ابو خليفه، بعض الشعراء اللي كانوا في الساحه الان يتذمرون من الوضع الشعري. يقولون ما عاد للشعراء القدامى تقدير، ما عاد للشعراء القدامى قبول عند الناس، ما عاد للشعراء القدامى أي إنصاف في البرامج في وسائل الإعلام، بحيث أن شاعر قديم وله تأخير ممكن يقدمون عليه شاعر شاب توه ما صار له سنتين ثلاث. طبعا احنا ما نبخس حق الشباب وهذا وقتهم ويجب انهم ياخذون حقهم، ولكن ما يتجاهل هذا الشاعر اللي كان له عطاء او كان له تاريخ مقدمه للجمهور في وقته. انت كشاعر عايشت الجيل في الثمانينات والان، شو تقول اللي يشتكون من هالموضوع؟ والله شوف، أنا بالنسبة لي أنا ما واجهت الموقف هذا. نعم. أنا ولله الحمد يعني مقدر في كل مكان، والدعوات الرسمية تجي من كل مكان، ولكن أنا ما أدري. أنت ممكن أن الشاعر هذا اللي يقول أنا ماني مقدر وكذا يمكن أنه جالس في بيته ويلوم على الناس. نعم. أنت لازم توصل للإعلام أو تقول أو عندك شيء تقدمه. لا، المقصود يعني أنا تحديدا من الكلام هذا، خصوصا في الأمسيات اللي تصير في على مستوى الدولة، مثل مهرجان هلا فبراير قبل، أو مهرجان ليالي الوطن، أو مهرجان مثلا دبي، أو مهرجان الدوحة، أو يعني تحس أن الشعراء القدامى أو الشعراء اللي لهم تاريخ ما لهم تواجد في هالمهرجانات، كلها الشعراء الشباب اللي توهم بارزين مثلا. هذا طال عمرك، هذه نرجع، هذه محسوبيات على المنظمين. نعم، محسوبيات طال عمرك، منظمين، واللي يقول شد اللي وقطع لك. يعني تقصد ان اللي عنده مثلا نفوذ او علاقات مع الناس هذول او معرفه هو اللي يقدر يشارك، سواء قديم ولا جديد؟ اللي عنده نفوذ، ولا كل يوم طال عمرك وهو عارض وجهه لهم، ولا طال عمرك له رفيق طال عمرك عنده من هالمنظمين، ولا اسئله كثيره. يعني مو شرط ان جوده الشاعر. لا الحين احنا في وقتنا الحالي 20 شاعر يجيبونهم المصالح شخصيه، 2 3 على ما قال ترضيه حشو، ترضيه بعض الناس، او اساسا يقولون والله احنا جبنا الشاعر الكبير فلان الفلاني موجود، عشان ما يخلون عليهم مدخل. ما يخلون عليهم مدخل. والله احنا جبنا فلان موجود من الناس موجود، هذا معروف. طيب بس هذا الشعر، انت قاعد تختار. يا حبيبي يا ابو خالد، انت من في زمن الشعر. منت في زمن الشعر، خذها صريح. شلون؟ من في زمن الشعر اللي تتابعه ولا مقبول عندنا. انت في زمن مهايط، في زمن انت لا تخليني عاد اتكلم. لا احنا نبي الجراءه والصراحه، يعني بالشيء اللي ما يجرح. في زمن طال عمرك مهايط، وزمن طال عمرك واسطات ومعارف وتعال يا فلان. انا ماني مستعد اني اعرض وجهي على كذا واحد وهو امس تو طالع. ليش؟ شاعر معروف ولي ناس شرواك وشرواي يجون طال عمرك ويقدرون يعرفون، يكفيني طال عمرك من 100 10 يعرفون قدري ويجوني في مناسبات خاصه او عامه. بس يقول لك ان مثلا انت مثلا خلاص اخذت حقك وانتهى دورك، والرجل هذا هو اللي بارز، والرجل هذا هو اللي يبونه الجمهور. انت لو جبتك يا جمعان الرشيدي او يا مجبل الحشاش او يا سيم من الناس، ما تجيب الجمهور اللي يجيبه الشاعر هذا اللي توه طالع. بالعكس، خل طال عمرك جمهور هالشاعر الشاب هذا يجون طال عمرك 200 شخص، خليه يجي طال عمرك من شعراء المذوقين اللي ما هو صفقون على الفاضي، اللي يسمعون بس، اللي يسمعون وتذوقون، خليه يجيني 100. نعم. انا يكفيني. اما طال عمرك حضور الفزعات. نعم. واتصل مثل يقول لك صاحب الباصات. طيب اجل وين مقوله ان الجيد يفرض نفسه؟ الجيد ضاع بين الناس. جيبك الماسه طال عمرك وحطها مع الماس التقليدي واجمعها وقل طلعها، تضيع. انا حاب ضربتك مثلا. عموما ضيفنا وشاعرنا جمعان خلف الرشيدي، هذه وجهة نظرك واحنا نحترمها، وكل انسان له حرية التعبير مثل ما